ثلاثة ديال الأخطاء قاتلة قبل شراء العقار. بزاف ديال الناس قبل ما يشريو العقار ديالهم السكنوي بطبيعة الحال، ونقدو هاد الموضوع نعطيوه على العقارات أو أنواع العقارات كاملة، ولكن هاد الفيديو بخصوص العقار السكني. إذا شنو هما هاد ثلاثة ديال الأخطاء اللي كيداروا قبل شراء العقار؟ أول نقطة وهي عدم يعني دراسة الوضع القانوني أو الوضع ديال هداك العقار اللي غادي نسكن. يعني ما كنشوفوش الورقات ديالو، ما كنعرفوش واش هداك العقار فيه طور الإنجاز، واش هداك العقار فيه بزاف الورثة، واش هداك العقار فيه بزاف ديال الضرائب أو الرهون، واش فيه كريدي، واش فيه رهن، واش الموقع ديالو مزيان ولا ما مزيانش، واش الجيران مزيانين، واش صالح للأسرة، واش صالح للحياة عائلية، كي دايرين الجيران فيه، واش قريب للمرافق اللي غادي نكون محتاجها أنا كشخص ولا أنا كأسرة، يعني عندي اهتمامات اللي خص نلقاها في هذاك العقار. بزاف ديال الناس كيغفلوا على هاد الامور وكيشريو العقار بالعاطفه، كتغلب عليهم العاطفه، سواء كيدخل هذاك العقار وكيشوفو كيعجبو، سواء هذاك العقار غير يعني جالو بحال اللي كنقولوا بالفرنسيه ان كود فود، صافي بغاه وبغى يشري بغض النظر على المشاكل اللي فيه. النقطه الثانيه هي المشاكل التقنيه. هاد النقطه كتهمل بزاف، يعني بحال حنا المغاربه كيعجبنا نكونوا فاهمين في كل شيء. كندخلوا العقار ما كيبانونيناش الحوايج اللي اهل الاختصاص كيبانين لهم. يعني غادي ندخل او نشوف واحد العقار في صور، او حتى كاع الا مشيت درت له الزياره ديالو يعني في الميدان، ما غاديش يبانوا لي بعض الامور. يعني مثلا البروده، مثلا هاد الدار واش مشمشه ولا ما مشمشاش، واش هاد الدار فيها مشاكل تقنيه، الا كانت في عماره مثلا واش كاين مشاكل في العماره اللي قد تاثر عليا، واش هاد البنايه عندها الجوده ديالها مزيانه ولا ما مزياناش. امور اللي اهل الاختصاص او التقنيين المختصين في البناء هما اللي غادي يقدوا يعاونوك ويشوفوا معك، لحقاش الا دخلتي على واحد الدار وكان فيها مشاكل كثيره، هذه تصدق انك خاسر على ذاك العقار اكثر ما انك تشريه. والنقطه الثالثه المخصصه للناس اللي كيقولوا غادي نديروا فلوسنا في العقار، غادي نشريو هذاك العقار وغادي نربحوا منه الفلوس من بعد 10 سنوات، من بعد 15 سنه الى غير ذلك. هذا الخطأ يعني شائع نوعا ما، لحقاش عنده هذيك الفكرة أن العقار كنديروا فيه الفلوس ديالنا وكان يعني كنحميو راسنا من التضخم، وفلوسنا راهم يعني كما كنقولوا كنديروهم في الحيوط. غير أن الواقع في بعض المرات كاين عقارات اللي واخا تفوت 10 سنين 15 عام حتى 20 عام، ماشي ما كيزيدش القيمة ديالو،